السلام عليكم متابعينا الكرام. المشاهدات متراجعه بشكل كارثي، كنتمنى انكم تدعمونا بجيم تحت الفيديو باش القناه ترجع كيف ما كانت. في هذا الفيديو غادي نهضروا على مواضيع مختلفه، موضوع كيتعلق بتكريم عز الدين أناحي في المغرب والتصريح ديالو المؤثر لاعبي اكاديميه محمد السادس، موضوع كيتعلق باربعه لاعبين مرشحين اننا نشوفوهم في معسكر المنتخب المغربي القادم لاول مره بقميص المنتخب المغربي، وموضوع كيتعلق باصطفاف يوسف النصيري الى جانب نجوم العالم في قائمه مميزه. بالنسبه للخبر اللي كيتعلق باربعه لاعبين مغاربه اللي مرشحين بقوه اننا نشوفوهم مع المنتخب الوطني المغربي لاول مره، المنتخب المغربي الاول في المعسكر الاعدادي القادم في اواخر شهر مارس اللي غادي تخللوا مباراتين وديتين في 25 ضد منتخب البرازيل في طنجه وفي 28 ضد منتخب البيرو في الديار الاسبانيه. فاربعه لاعبين يعني متالقين مؤخرا، احتمال كبير اننا نشوفهم في اللائحه النهائيه، فاللائحه الموسعه بحسب يعني تقارير مغربيه متواجدين هاد اللاعبين في اللائحه الموسعه، ولكن احتمال كبير نشوفهم في اللائحه النهائيه، يعني نشوفهم يعني في المعسكر حاضرين في المعسكر التدريبي الاعدادي القادم في شهر مارس. فالبدايه باللاعب المغربي محمد بولديني مهاجم ليفانتي اللي يعني قبل اسابيع قليله كان يعني اجرى حوار من احد المنابر المغربيه وقال لهم انه يعني سبق الناخب الوطني انه تواصل معه، ولكن حتى شي حاجه ما كان رسميه انه غادي ما عرفش يعني واش غادي يكون حاضر مع المنتخب المغربي ولا لا. فكاينه تقارير دابا كتقول ان محمد بولديني مرشح اننا نشوفوه مع المنتخب المغربي الاول في المعسكر الجاي. فاللاعب يقدم مستويات جيده، حاليا مسجل 6 أهداف وتمريره حاسمه مع نادي ليفانتي، وكيتسمى يعني حاليا هو نجم الفريق، وراهم كلاسين دابا في الرتبه الثالثه في جدول ترتيب الدوري الاسباني القسم الثاني، ودابا مرشح اننا نشوفوه في المعسكر الجاي. اللاعب الثاني هو ابراهيم دياز اللي مؤخرا تقارير منها بين سبورت قالوا انه يعني الناخب الوطني تواصل مع ابراهيم دياز نجم نادي اس ميلان باش انه يشوف واش اللاعب ان باغي يمثل قميص المنتخب الوطني المغربي. تقارير اخرى منها بعض المراسلين ديال بين سبورت اكدوا انه كاين اشارات ايجابيه ان اللاعب باغي يمثل قميص المنتخب المغربي وان الجامعه كترحب به كلاعب جديد للمنتخب، فتا هو مرشح في حاله ما تم يعني الاتفاق على انه يحمل قميص المنتخب المغربي، فمرشح اننا نشوفه حتى هو في القائمه النهائيه اللي غادي يعلن عليها الناخب الوطني في منتصف شهر مارس القادم لخوض مباراتين الوديتين ضد البرازيل والبيرو. وابراهيم دياز كثر الحديث واللغط عليه تقريبا من 2018، حنا كنسمعوا على ابراهيم دياز راه ممكن يحمل قميص المنتخب المغربي، فممكن في هذا المعسكر ينتهي هذا المسلسل الطويل ديال هذا اللاعب هذا، يا اما نشوفوه مع المنتخب او لا يكون بصفه نهائيه اللاعب ما بقى غادي يمثل المنتخب المغربي. اللاعب الثالث اللي احتمال وارد اننا نشوفوه في المعسكر الاعدادي القادم هو اللاعب اسماعيل صباري. اسماعيل صباري ماشي صابري وماشي هو الشقيق ديال عبد الحميد صابري، يعني غير الاسم يعني العائلي وراه مختلف. فالاسماعيل الصباري يعني حتى هو مرشح اننا نشوفوه مع المنتخب الوطني المغربي، لان عندك اسماعيل الصباري بالاضافه البوشواري اللي كيلعب مع سانت تيان الفرنسي، ايضا سيباوي. هذا الثلاثي هذا كان تيلعب مع المنتخب الاولمبي، وكان الناخب الوطني اكد في المباراه الوديه ضد مدغشقر انهم غادي يقوم بتصعيدهم الفريق الاول، ولكن شريطه مواصله التالق ديالهم مع الانديه ديالهم. فحاليا سيباوي مع بوشواري مستوياتهم يعني متواضعه مؤخرا، ما غاديش نكونوا مع المنتخب المغربي حاليا، ولكن صباري بالمستوى الجيد كيقدموا مع ايندهوفن في هذا الموسم هذا اللي كتعتبر حاليا من ركائز الفريق، فحتى هو ولا مرشح بقوه اننا نشوفه مع المنتخب المغربي الاول في المعسكر الجاي. وهذه السياسه باغي ينهجها الناخب الوطني وليد الركراكي باش انه يعني يطعم المنتخب المغربي الاول بلاعبين شباب، وحاليا عندنا بزاف قائمه موسعه ديال اللاعبين الشباب اللي كيقدموا مستويات كبيره مع الفرق ديالهم. اما بالنسبه للاعب الرابع اللي هو كيندرج ضمن هذه القائمه ديال اللاعبين الشباب اللي هو الياس بن صغير، جناح نادي موناكو لهذا الموسم، مقدم مستويات مبهره معاه في الدوري الفرنسي لدرجه ان البعض يعتبره يعني الموهبه الاكثر تألقا في الدوري الفرنسي هذا الموسم هذا. اللاعب عنده ارقام جيده، مسجل 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين فقط في مشاركته في 8 مباريات فقط. لاعب مهاري بامتياز، كيفكرنا شويه بسفيان بوفال، وبوفال دابا عنده اصابه واحتمال ممكن تغيبوا على المعسكر ديال المنتخب المغربي في مارس، فاذا كان بوفال 100% غادي يغيب، فكنشوف انه الياس بن صغير في حاله ما وافق انه يحمل قميص المنتخب المغربي غادي يتم استدعائه للمعسكر الجاي. ولحد الان
مازال يعني الرد ديال اللاعب واش غادي يمثل المنتخب المغربي او ما غاديش يمثلو ما كاينش. كاين تحركات من يعني الجامعه باش انها تحاول تقنعوا، ولكن ما كاين حتى شي حاجه رسميه، وكيبقى مرشح اننا نشوفوه مع المنتخب المغربي في المعسكر القادم او لا في المعسكرات الجايه ان شاء الله. اذا فاربع اسماء مرشح اننا نشوفوها في المعسكر الجاي ديال المنتخب المغربي، واللي هي كالتالي: اسماعيل سيباري، محمد بولديني، ابراهيم دياز، والياس بن صغير. بالنسبة للخبر اللي كيتعلق باصطفاف النجم المغربي يوسف النصيري إلى جانب هدافي الدوريات الخمس الكبرى أو حتى العالم كامل في 2023، فتم اختيار يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي ضمن قائمة أفضل 10 هدافين لسنة 2023 إلى حدود اللحظة، وهذا بحسب نشره الموقع الإحصائيات داتا فوت العالمي. فيوسف النصيري جاء في المركز السابع، متقدم على نجوم كبار على مستوى العالم بحال كيليان مبابي وليونيل ميسي وغيرهم من نجوم فرق كبرى على مستوى العالم، وذلك بوصوله إلى 8 أهداف في 11 مباراة خاضها مع نادي إشبيلية 2023. من بعد يعني نهاية المونديال دابا يوسف النصيري خاض 11 مباراة سجل فيها 8 أهداف في يعني غزارة هدفية عرفها يوسف النصيري وتألق كبير من بعد المونديال، وهذا الشيء يعني بفضل الله وبفضل الثقة اللي عطاها ليه وليد ركراكي فاش قال انه يوسف النصيري ولدنا وخصنا ندعموه ونعاونوه لانه لاعب بامكانيات كبيره. حتى ولينا دابا كنشوفوا مدرب اشبيليه كيشيد به وكيقول انه يوسف النصيري هو اللي غادي يخرجنا من هذه الدوامه تاع النتائج وغادي يرجع اشبيليه للتالق ونصعدوا ان شاء الله في جدول ترتيب الدوري الاسباني. فيعني يوسف النصيري تم اختياره من افضل الهدافين هذه السنه بناء على الاهداف اللي سجلها مع نادي إشبيلية. والقائمة ديال أفضل 10 هدافين في الدوريات جات كالتالي: مهاجم نادي مانشستر يونايتد جاء في الصدارة ماركوس راشفورد بتسجيله 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد، وحتى هو من اللاعبين اللي تألقوا من بعد المونديال. يليه فيكتور أوسيمين الظاهرة ديال نادي نابولي في هذا الموسم هذا اللي مسجل 9 أهداف في 9 مباريات مع النادي الإيطالي. ثم كيف ما قلنا النجم المغربي يوسف النصيري في المركز السابع برصيد 8 أهداف. بالنسبة للخبر اللي كيتعلق بالتصريحات أو الرسالة اللي وجهها النجم المغربي عز الدين أوناحي اللاعبين اللي كاين في أكاديمية محمد السادس، فاليوم الاثنين كان حاضر عز الدين أوناحي في الأكاديمية وكان حاضر في المباراة الافتتاحية ديال الدوري الدولي اللي منظمها أكاديمية محمد السادس، واللي بالمناسبة مشاركين فيها بالعديد من الأندية العالمية بالفئات السنية الأقل. فعز الدين أوناحي كما كنشوف هذه الصور هذه كان حاضر يعني في المدرجات مع كل من مهدي بن عطية، كذلك كان يعني متواجد الناخب الوطني وليد ركراكي وشخصيات رياضية أخرى في هذا الافتتاح ديال هذا الدوري الدولي. ومن بعد المباراة تم تكريم عز الدين أوناحي من الأكاديمية لأنه كيتسمى ولد الأكاديمية يعني، ومن الأكاديمية مشى يعني النادي اللي كيتعتبر من كبار الأندية الفرنسية اللي هو نادي مارسيليا الفرنسي، فتم تكريمه. وهو عاوتاني بدوره قدم هدية لمدير الأكاديمية محمد السادس عبارة عن يعني قميصين ديال نادي مارسيليا كيحملوا الاسم ديال عز الدين أوناحي. وخلال التكريم وجه واحد الرسالة للاعبين الشباب اللي كاين في الأكاديمية وقال فيها ما يلي: قبل 5 سنوات من الآن كنت مشاركا في هذا الدوري، واليوم أجد نفسي ضيف شرف على النسخة 5. أقول لجميع الشباب الذين يلعبون في صفوف هذه الأكاديمية العالمية إن عليهم مواصلة المشوار والصبر لتحدي جميع الصعوبات وذلك لتحقيق أحلامهم. لقد واجهت كذلك صعوبات كثيرة قبل الالتحاقي بالأكاديمية، وعندما وصلت إلى هنا قبل سنوات واصلت العمل على نفسي وبمساعدة جميع الأطر حققت حلمي. من هنا انطلقت أنا وكذلك نايف أكراد، يوسف النصيري، حمزة منديل وأحمد رضا التكنوتي. لا شيء مستحيل يا شباب، وعليكم بالعمل بجد والاجتهاد أكثر وستحققون أحلامكم لأنكم موهوبون، ولهذا تم اختياركم داخل الأكاديمية وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. فهاد الصورة هذه كانت منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي فيها كما كتشوفوا يعني عز الدين أوناحي إلى جانب يعني وكيل الأعمال ديالو الدولي السابق المهدي بن عطية وشخصيات أخرى. فالبعض انتقد عز الدين أوناحي قال أنه يعني خاصو في هذا الوقت يكون يعني في التدريب ديال موناكو وعلاش يعني كيكثر من السفريات، ولكن
جاء كضيف شرف وكدعوة رسمية من رئيس الأكاديمية ديال محمد السادس، يعني جاء كزيارة مخطط لها. يعني نادي مارسيليا سمح لي أنه يمشي، لأنه ممكن نقول أنه كان كضيف شرف لحفل افتتاح هذا الدوري الدولي. والرساله اللي وجهها اللاعبين ديال الاكاديميه رساله تحفيزيه، كيقول لهم انني حتى انا قبل 5 سنوات كنت انا كنشارك في هذا الدوري اللي راكم مشاركين فيه دابا، ودابا راني كنلعب في نادي مارسيليا، وحتى يعني لاعبين مغاربه اخرين بحال يوسف نصير ونيف اكراد بداو من الاكاديميه. فرساله تحفيزيه وتشجيعيه منه للاعبين الموهوبين الشباب اللي كاينين في الاكاديميه ديال محمد السادس، اللي مؤخرا في السنوات الاخيره ولينا كنشوفوها كتفرخ بهذا المعنى هذا لاعبين كيحترفوا في اوروبا.